السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قول لي على حسب اللقاء اللي درتو هنا في العمل. معكم الناطق الرسمي التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة بمدينة مكناس. كان عندنا واحد اللقاء في عمالة مكناس مع السيد الكاتب العام ومع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والنائب ديالو. كان واحد اللقاء اللي هو متميز، اللي بينا مستقبل ديال السيارات الأجرة بمدينة مكناس، واللي جاي راه استبشرنا به خير الحمد لله. هادشي اللي جاي كاع مستقبلا للسيارات الأجرة بمدينة مكناس بصنفيها الصغير والكبير. السيد كاتب العام عنده واحد الرؤية اللي هي مستقبلية لصالح السائق المهني اللي غادي يستافد منها، بالنسبة للسائق المهني وبالنسبة للمستغل وبالنسبة لمول القريمة. لهذا الحمد لله أعطونا واحد الاطمئنان، واحد المستقبل زاهر للسيارات الأجرة مستقبلا. وتنشكروا تنشكروا السيد العامل عمالة مكناس على هذه المجهودات الجبارة اللي تيقوم بها في مدينة مكناس، والسيد الكاتب العام والسادة رؤساء الشؤون قسم الشؤون الاقتصادية على المجهودات وعلى التفسيرات اللي فسروا لنا مستقبلا اللي جاي لهذا القطاع. الحمد لله كل شيء كاين في صالح السائق المهني المزاول، وحتى في صالح المستغل وفي صالح مول القريمة. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قول لي على حسب اللقاء اللي درتو في العمل ديال مدينة. اولا كنشكروا طاكسي تي في على هذه المبادره القيمه اللي كتواكب دائما معنا الحدث. اليوم معكم الصادق ادريس كاتب محلي الاتحاد المغربي للشغل. اليوم كان عندنا لقاء باسم التنسيقيه على هذا اللقاء اللي بصراحه الله الباب كان مفتوح ديال الحوار، ومشكور السيد الكاتب العام اللي وضعنا عده اسئلات ولقينا الاجوبه ديالها. الحمد لله اللي جاي القطاع جاي تنظيم ان شاء الله، من بينهم هذه البطاقه البيومتريكيه اللي هي غتعطي واحد الاشعاع للمهنه والمهنيين. يعني السائقين غادي يكونوا في واحد المرحله اللي هي تقنينيه، والسائقين على ربوع المملكه صراحه الله. تفاجئنا يعني كاين واحد الحوار جاد مع سيد الكاتب العام، واعطانا كل ما هو كان عالق عندنا من سؤالات جاوبنا عليهم. اللي كنشكر الهيئات النقابيه والجمعويه على هذه المجهودات اللي تيقوموا بها تجاه هذه المهنه ومع المهنيين. وتنشكروا حتى الاعلام كيقوم بواحد الدور اللي مشكور، الاعلام على المستوى الوطني والمستوى المحلي. وتحياتي للجميع وتبارك الله عليكم والله يوفقنا الخير. كلمه هذه ماشي غير كلمه، هذه راها بصراحه دعوات لسيدنا بالشفاء العاجل ان شاء الله، لان سيدنا رفيق الدراويش وصاحب المساكين، والله يشافيه لنا ويخليه لنا نواره في هذا المغرب. الملك محمد السادس شعارنا الله الوطن الملك.